يوم جديد وصباح جديد وصباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهاردة بقى قمت بدري كده، غسلت ونشرت. شمس جميلة النهاردة. هنا البانيو ده اللي كان في الحمام اللي قلتلكوا عليه وطلعته، انا بعينه في الاوضة التانية دي بتاع الفرن، بس مطلعه عشان نغسل البطاطين ان شاء الله. الشمس جميلة النهاردة، بس بقولك بكرة يبقى في ضباب. رأيكم بقى في غسيلي؟ نعم. عايزة اوريكم كده المنظر عامل ازاي. شايفين هنا برضو هنشيل المفارش دي برضو كلها، اغسلها بقى واحط حاجة تانية. تمام. هنا في تحف فنية. شايفين سيلة بقى مبهدلة كل الأدراج. برضو شايفين الأرضية كمان مبهدلة كل حاجة. نبذة كده عن ايه، عن الموضوع عشان تعرفوا بس ايه احنا بنتعب ازاي. شايفين عزكم الله. برضو ده الحمام. بعد كده ما ايه المشاية دي اللي بحطها قدام باب الشقة هغسلها ونرجع لكم. هنبدأ بقى دلوقتي بالركنة. هشيل السجادة بتاعت الأرضية دي. نحفظها كويس بره. طبعا سيلة توقع اللعب بتاعتها. لا وفي مواهب هنا عيب. عشان الركنة لها رجول فبتقعد بقى توقع الحاجة هنا. شلت دي برضه وكنست، شطها بالمكنسة رجعتها برضه كده. احنا مش اشيلها ايه منعكش كده. حبايب قلبي يكون شكل الصالة. عند السفرة كمان. انا هنشيل البطانية كده وهنفض السرير وافرش المفرش وارجع لكم. المفرش دي امسك بس المنديل لان لسه ماسحه الغسال. حاجات بسيطه بس هعمل، مش هغسلهم في الغسالة عشان ايه ميتبهدلوش. كل حاجه هنا متبهدله بمعنى الكلمه، مفيش حاجه مكانش. بس ايه نحاول نظبط الدنيا دي. دي يا جماعه بتاعت تسالي، بس انا اللي حطاها هنا في الدرج. انا مستخدمهاش. ادفعت وكسيل عشان اظبط الدنيا. برضو دي البنطلونات بتاعتي.
في ايدها حاجه، فبحاول اشيلها منها عشان ما تخسرهاش. بعدين ايه تعالى العلاج مفيش اكتر منه. طبعا اي لطف اطفال لازم يبقى فيه ايه. هكمل الم انا الدنيا دي بقى وارجع لكم. انا كده بقى حبيب قلبي روقت الصراحه اهو، ظبطت الادراج، فرشت المفارش دي نوعا من التغيير يعني، وادي المفرش ماتش بس اللي هكنس الارضيه بالمكنسه مجهزاه اهو، وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي نكون خلصنا. بحب اللحظه جدا اللي بخش فيها معطل، تبقى بالنسبه لي راحه نفسيه. يلا شايفين مش متبهدله، والسرات بس يساوي على الناس كده. الشباك انا فاتحاه من بدري طبعا عشان الجو كان جميل النهارده. حبيت الفوطه كده عشان هقفله بقى. السرير ده محدش بينام عليه زي ما انتوا عارفين، عشان كده ما بتبهدلش. شراب نضيف والبلكونه مطلعه. كده حبايب قلبي يكون الشكل النهائي للغرفة. ايه رأيكم؟ احنا معذبين العروسة بتاع سيل. انا شفطت الارضية بالمكنسة كمان والدنيا بقت تمام. ده انا سويت الضرفة ده لحد ما كده. هغسل بقى الحوض طبعا شوية رز.
في اللمعة. اغسل بقى المشاية دي معاكم. اغسل بقى المشاية دي. ما بحبش الفرش اللي لها ايد، هضطر ان انا اخلي ابو محمد يشيل الايد دي لان مش عارفه اتعمل ازاي كويس. املى بقى الجردل دي واشطفها كويس وارجع. كده حبايب قلبي اكون خلصت اهو، غطيت الغسالة كده ايه، المشاية بتصفى، مشيتنا الارضية كده. هنبدأ نغسل المطبخ. صراحة الايام كلها عادت صعبة وتقيلة. بتاعت الكسر ايديا ما عادش نافعة، كل حاجة عادت طعم جديد. انا ربطت اول مرة كل يوم برضه، مش عارفة ايه دي. تعالي انت جاية هنا معانا ليه؟ اخلص انا بقى بقيت الكمية عشان متبقاش عليكم حبايب قلبي، اتفرج عليكم كده. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا. طبعا ده حال كل يوم، بوتاجاز والدنيا. ربنا يعيننا يا رب، احنا الامهات او الحريم يعني عامه، الله المستعان. الصلاة اللي بره هنكنس كده ونروق الدنيا. شايفين بقى الابله سيلا الجميله عامله الدنيا ازاي؟ ده المدمر الصغير بعدله كل السجاده كده. حبايب قلبي نكون خلصنا، لمينا الدنيا وكنسنا وظبطنا وخلصنا خلصنا وخلصنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.